بكم في بودكاست الكليات، والنهارده هنتكلم عن كليه العلاج الطبيعي. الهدف من البودكاست دي ان احنا نعرف مميزات وعيوب كل كليه، ايه مجالات شغل الكليه دي، وكمان الطلبه في الكليه دي بيذاكروا ازاي. فلو انتم مهتمين بالمواضيع دي، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوز اللي جايه، وكمان يا ريت تعملوا لايك واكتبوا تحت في التعليقات عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه. عايزاك يا تسنيم تقولي لي ايه هو نظام الكلية، كام سنة دراسة، وايه هي سنين البراكتيكال وسنين الأكاديميك؟ ماشي، بص احنا عندنا نظام الكلية عبارة عن 6 سنين. تمام. 5 سنين دراسة والسنة امتياز. مهم. ويعني نظام الكلية عندنا أول سنتين بتبقى عبارة عن علوم أساسية. طبعا بندرس فيها يعني الحاجات بقى اللي هتخليك تفهم بعدين الحاجات العملية والكلام ده، يعني هي حاجات نظرية بس ما فيهاش أي عملي، يعني العلوم الأساسية دي هي تمام. الحاجات اللي بيدرسوها كل الكليات الطبية، اللي هي التشريح، اه الهيستولوجي، الحاجات دي. وطبعا في يعني هي بتتقسم برضو، يعني في بقى مواد خاصة برضو بطالب كلية العلاج الطبيعي بس ما فيش حد بيدرسها تاني. زي بالظبط. عندنا مثلا ماسل تيست، بايو ميكانكس، هتلاقي عندك يعني كذا مادة دي بقى بس في كلية العلاج الطبيعي، مش هيبقى طالب تاني بيدرسها. تالت سنة بقى هنبدأ في العملي. العملي ده بقى ايه؟ زي ايه الأقسام اللي عندنا؟ مثلا عندنا البطنة، النساء والتوليد، وبعدين بقى في سنة رابعة هناخد العظام، وبعدين سنة خمسة الأطفال والأعصاب، على حسب كل كلية ونظامها. يعني ممكن هتلاقي في جنوب الوادي كده، لكن مثلا ممكن في القاهرة سنة تالتة بيختلف عن رابعة. المهم يعني هي دي الأقسام اللي بتتاخد في الكلية. بالنسبة بقى لإيه هي بقى مميزات الكلية، حكي لنا شوية عن المميزات بتاعت كليتك. والله هي كلية يعني تعتبر مجالاتها كتيرة شوية إلى حد ما. يعني ممكن واحد مش مقيدة بتخصص واحد، عندك كذا تخصص ممكن تتخصصيه. تاني حاجة إن هي برضو من مميزاتها إن هي مش يعني مش محتاجة حاجات كتير تتعمل عشان تقدري تفتحي مركز بعدين. لا، انتي بعد ما تتخرجي خلاص يعني ممكن تفتحي المركز بتاعك على طول بعد ما تاخدي الماجستير بتاعك. تفتحي المركز على طول. مهم. وهكذا، يعني دي مميزاتها. وبرضو دراستها ما تعتبرش اللي هي تقيلة خالص، لا يعني المواد لذيذة ومش مش صعبة يعني. عيوبها بقى ان للأسف دلوقتي كليات العلاج الطبيعي يعني بالنسبة للحكومي فهم 6 كليات. بالنسبة لو هنحسبها كحكومي أو خاص فهم 26 كلية تقريبا. فعدد الخريجين عندنا زاد، يعني زاد بشكل كبير خالص. فده طبعا وده يعني في اي حاجه، يعني مش بس في كليه العلاج الطبيعي. طبيعي بدل عدد الخريجين زاد ففرصه العمل قلت. وحاجه مهمه كمان اللي حاطط يعني هي كليه ليها تكليف المفروض لغايه دلوقتي، لكن ده ما نقدرش نعتمد عليه لان نتيجه لعدد الخريجين الكتير ده برضو بيقولوا ان هو احتمال يبقى اصلا التكليف مش هيبقى موجود، هيبقى بالتقدير، او ان هو ممكن يلغوه تماما اصلا ما يبقاش فيه تكليف. ف... فدي حاجة يعتبر من عيوب الكلية لو واحد بيبص على حتة التكليف يعني او وفي كده. ناس كمان بالنسبة للناس اللي بتبص برضو للاسم، يعني عشان في ناس برضو سألت عن الموضوع ده. مم. يعني قالت اللي هو بيتخرج من علاج طبيعي بيبقى تبع نقابة الأطباء ولا لأ؟ لا، هو المفروض مش تبع نقابة الأطباء، المفروض يبقى في نقابة اسمها نقابة العلاج الطبيعي. يعني احنا مختلفين عن طب خالص، ما ينفعش احنا وطب مش نفس النقابة، لا احنا نقابة وهم نقابة تانية. وطبعا الموضوع ده فيه مشاكل كتير يعني بيننا وبين طب، فيه مشاكل في الحوار ده اللي هو هي يعني الكلية، هي الناس النقابة اللي بتاعتنا. ماسكين كلية الطب دول، يعني كليات الطب دول هم اللي عاملين مشاكل أساسا مع كل الأقسام ومع كل المجالات. اللي هو مفيش غيرهم في البلد دكاترة، بس هم بس الدكاترة. ايوه. الباقيين بقى دول يعني ملهمش لازمة. بالذات ان هو اصلا بيقولوا ان علاج طبيعي دي كانت تعتبر قسم من اقسام أيوه الطب، بالظبط كده، ده أقصد. وبعدين انفصلت عنه. اهم حاجه الطالب بعلاج طبيعي يدخل عارف نفسه هو مش طالب في كليه الطب. يعني ما ينفعش تقول طب العلاج الطبيعي، لا انت اسمك كليتك اسمها ايه؟ كليه العلاج الطبيعي. عشان هتلاقي الموضوع ده كتير، يعني ممكن يقول له انت في كليتي انا في طب العلاج الطبيعي، لا طب دي حاجه والعلاج الطبيعي ده حاجه تانية. الفكرة ان احنا كلنا بنكمل بعض زي ما قلنا، يعني هو احنا كلنا بنكمل بعض. العلاج الطبيعي مهم جدا
زي ما طب الطب مهم جدا. ما ينفعش اقول ده لوحده وده لوحده، لا احنا الاتنين بنكمل بعض. آه، ف فيعني دي من المفروض حاجه ما تاثرش في نفسك يعني بعدين، يعني انتوا الاتنين دكاتره وانتوا الاتنين بتعالجوا المريض، وهو الهدف في الاخر خدمه المريض. فانت دكتور وهو دكتور، يعني مش مهم الالقاب اللي بتتاخد دي، يعني انا شايفه كده بصراحه. بالظبط. طب في ناس كمان تانية سألت على موضوع التلامس، يعني كبنت الموضوع ده امم تتصرف فيه ازاي ولا تعمل فيه ايه؟ بصي، هو يعني انت المفروض، انا لو هتكلم كبنت ادي مسلمه، مم. احنا هدفنا، انت نيتك ان شاء الله داخله الكليه دي بعيدا عن ان هو المجموع جابها والكلام ده كله، احنا نيتنا ستر المسلمات. انت خلي ده نيتك، انا هدخل استر الايه المسلمات. فانتي بتعملي حاجة مهمة جدا، ان ستات كتير بتيجي، وزي ما احنا عارفين العلاج الطبيعي، مش هتكلم الفيس مليان الحاجات اللي بتحصل كله لمس، هو اصلا علاج يعني مش أيوة. هنعرف نشتغل غير بس الا طبعا، يعني هو برضو مش بنفس التفكير بصراحة. يعني هو هو يعني هو طبعا الموضوع مش في معضلة، بس احنا عشان عايشين في مصر فاللي هو عادي الدنيا سلطة عندنا. يعني مثلا لو رحت في السعودية وكده لا، الستات مع الستات والرجالة مع الرجالة. لكن ايوه. في مصر عندنا هنا الاختلاط ده هو المشكلة. بصي انت احنا كمان لو هنبص. لو انت اه. اشتغلتي مثلا في وحدة، فانت مش من حقك مثلا انك تقولي لا انا بدخل البنات بس او الرجالة بس، فانت بتشتغلي في مكان طبعا يبقى لازم تشتغلي زي اسلوب المكان انا عايز يعني. هو دي حقيقة، بس زي ما بقولك احنا، انت تخشي بنية ستر المسلمات. جالك راجل مش غلط او مش عيب ان انت تسلمي لزميلك الولد لو انت مش حابة انك تعملي ده. مهم. ده مش محدش هيقول لك عليه حاجة. تمام. تمام. بس في نفس الوقت انا لو هفكر مثلا، يعني انا كتسنيم هقول بصراحة، انا هشتغل مثلا مع ستات بس، خلاص تسليم محدش الخير. هيكلمك ولا يقولك حاجة. يعني تسليم. وممكن مثلا احنا عندنا قسم اسمه اطفال، هنيجي نتكلم على الاقسام بعدين. قسم اطفال، طب ما انت الاطفال ما فيش مشكلة، يعني هو يعني المفروض ان الموضوع ده انت عارفاه قبل ما تخشي الكلية. اه. يعني زي ما انت سألت دلوقتي هل هتتقبليه، مم. خلاص ادخلي وما فيهاش حاجة. يعني انا دلوقتي تسنيم، هشتغل عادي، هشتغل مع ستات عادي ما فيهاش مشكلة. او ان انا هختار قسم ما بيشتغلش مع رجالة زي الاطفال ده اي نعم مثلا. بصراحة، يعني ممكن في دكاترة يجبروكي تعملي الحاجة دي، بس ده في فترة الدراسة. لكن انت بعدين انت كشغل، لا انت هتبقي ليكي مركزك، وانت اللي تقدري، وانت اللي تحددي اللي تعمليه واللي ما تعمليهوش. مم. لكن كدراسة، المفروض ان السكاشن بصراحة، يعني احنا عندنا في علاج طبعا السكاشن منفصلة، الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. بالذات ان زي ما بقول لكم، يعني بيبقى انت بتتعلمي كل الحركات دي، فبيبقى البنات لوحدهم والولاد لوحدهم. تمام. لكن مثلا ممكن سكشن يعني يبقى مختلط وفي حركة هتتعمل، فانت ممكن تعملي على زميلك مثلا. مم. بس برضو زي ما بقولك على حسب الدكتور وكده، يعني مش بتبقى بالشكل برضو اللي هم متخيلينه. انت مش عايزة تعملي، ما يعني ما اعتقدش حد ممكن يعني انا ما شفتش قدامي كده بصراحة ان حد ممكن يجبرك على حاجة انت مش عايزة تعمليها يعني. بالنسبة بقى ايه هي اقسام الكلية يعني؟ انت قلتي ان فيها اقسام كتير لكلية علاج طبيعي، فممكن تقوليها ايه هي الاقسام بتاعتها؟ الأقسام بتاعتها زي ما احنا هندرس في السنوات العملية، هي دي الأقسام بتاعتها. يعني احنا عندنا قسم الباطنة وقسم النساء والتوليد، واحنا عندنا في علاج ده اسمه صحة المرأة. طب هو بيتكلم عن ايه صحة المرأة ده؟ اسمه نساء وتوليد، فهو بتتعاملي مع المرأة بقى دي في كل مراحلها. ممكن تبقي في قبل فترة الحمل أصلا، وفي بعدين أثناء فترة الحمل، وبعد الحمل، وأثناء الحمل نفسه أثناء الولادة يعني. نعم. تمام. فأنت ليكي دور في كل المراحل دي. هو مش حاجة مش منتشرة قوي في مصر هنا أو في هو الدول المفروض يعني اللي العربية هو زي ما الست بتراجع مع دكتور نسا وتوليد بشري، يبقى أيوة. المفروض تراجع برضو مع واحد علاج طبيعي، علشان هو بيعمل لها طبعا حركات والحاجات دي اللي هي تسهل عملية الولادة. تسهل عملية الولادة وتقلل المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد الولادة بس. وبعدين عندنا الجراحة والحروق، وطبعا ده قسم برضو لذيذ قوي، يعني يعني ضمن التيم اللي بيشوف الطبيب، اللي بيشوف المريض قصدي،
يبقى فيه منه واحد علاج طبيعي، عشان هيعلمه حاجات بعد العملية يعملها. وحاجات كتير بنلاحظها أصلا بعد العملية، يعني الجرح بيبقى تعبه مش بيقدر يكح. حاجات كتير بنعملها المفروض للمريض ده عشان يؤدي وظيفته الطبيعية بشكل كويس. برضه في الحروق، لو واحد حصل له حرق، ده مهم جدا 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 العلاج الطبيعي في الحروق. عندنا بعدين قسم الأعصاب طبعا دورنا كبير خالص فيه، والعظام طبعا هي أشهر قسم أصلا عندنا هو قسم العظام. هتلاقي معظم الدكاترة اللي بتشوفوها يعني في المراكز وكده هيبقوا دكاترة عظام. بعدين بقى الأطفال بقى، برضو الأطفال ده قسم هتلاقوا ناس كتير برضو ممكن تلاقوهم أطفال. طب هتقولي احنا ايه علاقتنا بالأطفال؟ هتلاقي في أطفال كتير ممكن تتولد عندها التقوس ده مم. اللي في الرجل. طب التقوس ده مين يعالجه؟ دكتور علاج طبيعي. الأطفال هتلاقي يعني كذا حاجات في الأطفال إحنا بنعالجها. برضو عندنا قسم تاني ما يعتبرش قسم في الكلية، إحنا بناخده مادة كده بس، اسمه التغذية. التغذية دي آه بناخدها مادة بس مش بندرسها بالتفصيل. بقى للناس اللي عايزة تمشي بس في موضوع إنها تشتغل في جيم وتبقى دكاترة تغذية أيوة، ده عندنا القسم ده، ولكن انت بعدين بتعملي تقريبا بتاخدي كورسات وبتعملي دبلومة وحاجات كده عشان تبقي دكتورة ايه، تغذية. وفي ناس دلوقتي برضو بيفتحوا مركز عادي، يعني بيعملوا ده وده، انك تبقي دكتورة تغذية تدي تمارين ودايت والكلام ده. يعني فيها حاجات كتير، مجالات كتير ممكن تشتغلي فيها، تمام. بالذات الناس اللي بتحب التغذية والكلام ده. يعني اعتقد ما فيش، مش منتشر جامد دكاترة علاج طبيعي وعاملين التغذية دي، فهو ده يعتبر قسم حلو خالص برضه. تمام. بالنسبة بقى كلية علاج طبيعي صعبة ولا سهلة، وازاي بتمشي حياتك مع الكلية؟ بتشوفي الموضوع قادرة تعمليه ولا لأ؟ هو والله تعتبر المواد مش صعبة للدرجة يعني، لا كويسة زي أي كلية يعني، زي أي كلية طبية. مش هنتكلم طبعا على الكليات النظرية، لا، لكن كأي كلية عملية طبية تعتبر كلية العلاج الطبيعي مش من أصعب الكليات. لا، هي كلية بسيطة، موادها لذيذة، مش صعبة يعني الصعوبة. لا، هي مشكلتها بس في عدد المواد. يعني ممكن يبقى عدد المواد كتير فيها، يعني احنا في السنة مثلا ما بندرسش أقل من 7 مواد في الترم. فدي ممكن هي دي المشكلة، ان هي عدد موادها كتير، بس كمادة لا ما بتبقاش صعبة في الدراسة، بالذات ان انت يعني معاكي وقت تذاكري ومعاكي وقت تعملي. فهي بالنسبة للمذاكرة لا، انت عادي ممكن تذاكري وتعملي أنشطة تاني في حياتك، مش بس بتبقى مذاكرة بس. يعني مش، لا مش هي الكلية اللي عايزاكي بس تذاكري ومفيش أي مجال إنك تعملي أي حاجة تاني فيها. وفي نفس الكلام بقى، انت لو بدأتي من أول السنة بتذاكري كويس ومركزة، لا ان شاء الله هتجيبي تقدير بشكل حلو وبسهولة، يعني مش حاجة صعبة. بس اهم حاجة ان انت من اول السنة تبدأي كويس. مش هقولك يعني تذاكري بقى وتطحني الدنيا، لا، بس اهم حاجة ما تراكميش حاجات كتير عليكي. انت بتبقى طالع من ثانوية عامة اللي هو انت مش عايز تذاكر، انت مش عايز تعمل، عايز ترتاح. بس بجد صدقوني يعني، نصيحة من حد اهو انا وصلت لسنة تالتة دلوقتي، لا يعني ما تضيعش حاجات ممكن تجيبها بسهولة في ان انت لا انا مش عايز اذاكر وخلاص. يعني لا، بجد كلية لذيذة وان شاء الله ممكن تجيب فيها تقدير بشكل حلو خالص، تقدير عالي كمان، وبدون مجهود اللي هو مجهود الجبار ده، لا مش بكده. ما فيش غير هي بس مادة واحدة مثلا هي اللي دي محتاجة مجهود منك، لان هي مهمة جدا 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 ومهمة جدا في تخصصنا، اسمها مادة البايوكيمستري. البايو ميكانكس، بايو كيمستري، ايه البايو ميكانكس، تمام. دي مهمة جدا 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 في تخصصنا. يعني اصلا العلاج الطبيعي كله معتمد على البايو ميكانكس او والاناتومي. بتقولي لهم للطلبة اللي داخلين لو دخلت علاج طبيعي اهتم بالبايوميكانكس؟ اه، اهتم بالبايو ميكانكس جدا والاناتومي. فهي يعني لا ان شاء الله لذيذة هتكون معاهم يعني. تمام. بالنسبة بقى لآخر سؤال، لو مثلا رجع بيك الزمن هل هتختاري كلية علاج طبيعي ولا لا؟ ولو اه ليه اه، ولو لا ليه لا؟ لو رجع بيه الزمن، هو يعني
مش عارفة بصراحة. يعني هو أنا دلوقتي لسه ما اتدربتش وما نزلتش بصراحة، يعني تدريب أو شفت سوق ما شفتش طريقة الشغل ازاي بتكون. بالظبط. فأنا كل تفكيري إن هل بعد ما أخلص هيبقى في فرصة عمل وشغلي حلو ولا لا. هي ده اللي بيخليني مثلا افكر هل انا الكليه دي اخترت، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اختارها لي، بس هل هي الحاجه المناسبه ليا، هي الحاجه اللي هنفع انا فيها ولا مش هنفع. فانا مش قادره احدد بالظبط، لان زي ما بقول لك انا ما نزلتش ولا شفت. احنا لو حطينا كفرص عمل، هي يعني اي حد مجتهد بيعمل اللي عليه ان شاء الله ربنا هيفتح عليه ويكرمه ويلاقي فرصة عمل كويسة يعني. لكن هي ككلية، وانا يعني كحد فيها، هي حلوة قوي و... ويعني تخصصاتها كتير وحلوة. بالذات ان لو حد برضو ما حصلش بشري، يعني بما ان شاء الله النتيجة لسه ما ظهرتش، بس لو حد ما حصلش بشري وهو نفسه يتعامل مع مرضى ويخدم المرضى، يعني اعتقد ان كلية العلاج الطبيعي دي ممكن هتشبع الرغبة دي عنده. لان انت بتشتغل مع مرضى وبتشوف مرضى، يعني مش هتلاقي ده قوي في صيدلة مثلا. ف لان انت في الاخر بتدي دواء وخلاص. لكن انا بتكلم مع الناس اللي هم كان مثلا طموحهم ان هم يبقوا بشري عشان يتعاملوا مع مرضى وكده. فاعتقد ان لا، علاج طبيعي هتشبع ده معاك، لانك هتشوف مريض وتتعامل معاه هتقدر تفيده وتعالجه. نعم. بس فهو ده يعني اللي اقدر اقوله بصراحة. بس لاني انا لسه ما نزلتش وشفت، فانا ما اعرفش يعني. لكن انا حاليا عادي يعني، ان شاء الله هي كلية لذيذة يعني. وبكده تسنيم وضحت لنا كل حاجة عن كلية علاج طبيعي، فاكتبوا لنا تحت في التعليقات ايه مثلا الحاجات اللي ما كنتوش متخيلينها انها بتحصل في علاج طبيعي، او حاجات جديده عرفتوها لاول مره. اكتبوا لنا كل ده تحت في التعليقات، وكمان زي ما قلت لكم اكتبوا لنا ايه الكليه التانية عايزينها تكون عن ايه. وبس كده، يا ريت تشجعوني عن طريق انكم تحطوا لايك، وكمان تعملوا شير للفيديو ده لاي حد من صحابكم كان عايز يخش كليه علاج طبيعي او جاب مجموع علاج طبيعي، فابعتوا لهم الفيديو علشان يعرفوا كل حاجه عن الكليه. وبس كده، اعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، واشوفكم في فيديو جديد وبودكاست جديد وكليه جديده. سلام.